ضيفي الأستاذ يعني محمود الكردوسي رئيس تحرير جريدة الوطن. ضيفي النهاردة عايز يعلق على أمر هام هنبدأ بيه، وأيضا معي الطيار محمود فيصل متحدث باسم حزب حماة الوطن. أهلا بيك يا فندم. نتكلم مع حضراتكم في كثير من الملفات. أستاذ محمود كردوسي، حضرتك قلت لي قبل الهوا أنا عايزة أتكلم في حاجة مهمة عايزة أبدأ بيها، اتفضل. كنت عايز أتكلم عن الكلمة اللي قالها مسؤول سعودي. نعم. أعتقد مش عارف رابطة ايه كده الاسلامي. نعم. والحقيقه يعني هو كانت مفاجاه، يعني حاجه صادمه الحقيقه. نعم. يعني مش مفروض، يعني دي خارج اللياقه وخارج كل الاعراف الدبلوماسيه. نعم. انه مسؤول في دوله، يعني دوله يفترض انها دوله شقيقه. نعم. ودوله كبيره مش دوله يعني عاديه، ويطلع يتهجم على شخص رئيس مصر. ويعتبر هو يعني كان في مناسبة في حاجة افتتاح مؤتمر أو حاجة، وبيخاطب رئيس تونس. الرئيس التونسي اسمه الباجي قائد السبسي. يعني السبسي والسيسي نقطة. نعم. فهو يعني غلط، بدل ما يقول السبسي فقال السيسي. نعم. فاعتذر، وده ممكن يكون مقبول كاعتذار. نعم. إنما هو ألحق اعتذاره بكلمة الحقيقة يعني لا تصدر عن رجل شارع. يعني لما يقول خطأ، هذا خطأ شائع. هو إنك تجيب سيرة عبد الفتاح السيسي ده خطأ شائع يعني. إنك تغلط، هو أنت غلطت في حد من أعداء الإسلام مثلا. فالحقيقه ده يعني انا يعني، وطبعا كمل بالسخافه اللي اتعامل بيها مع موضوع الثلاجه ومش الثلاجه والكلام ده. فهو الحقيقه فيديو انا مش عارف ده مسؤول المفروض. نعم. ومفروض يبقى عنده قدر من الحصافه والدبلوماسيه. نعم. والادب والتادب. نعم. لكن هو تعامل الحقيقه بجلافه وبغلظه وبشكل ما فيش حد على الاطلاق يقبله. وانا مش عارف الحقيقه عبد الفتاح السيسي يبقى خطا شائع ازاي؟ عبد الفتاح السيسي خطا شائع، امال اللي صح ايه؟ نعم. يعني ايه اللي في تقديره صح؟ مفيش حاجه صح في المنطقه. فمفيش حاجه صح في كل انظمه الحكم اللي موجوده اكثر صحه من عبد الفتاح السيسي. نعم. وده مش كلام مصريين بس، ده كلام كل الاشقاء العرب في كل الدول. نعم. ففكره اعتقد ان رايه لا يمثل غير نفسه الحقيقه. لا يعني حتى الاشقاء السعوديين والمملكه العربيه السعوديه والملك سلمان، لا الحقيقه اكيد دي مش وجهه نظرهم. اكيد يعني ويمثل نفسه فقط الحقيقه. لا هو جزء من النظام السعودي. نعم. فما ينفعش يمثل، هو مش مواطن. نعم. لا طبعا. هو طبعا مش راجل اعمال مثلا. نعم. اتكلم براحته، ده مواطن. نعم. انما ده شخص في دولاب عمل الدولة السعودية. ده الرابطة الإسلامية دي اللي هو أمين ليها أو أمين عام، ولا معرفش منصبه إيه فيها. الحقيقة مش عارفة التايتل بتاعه. يعني ده معناه أنه شخص رسمي في نعم. النهاية. وشخص رسمي يعني مؤكد أنه الإساءة البلد تمثل إساءة نظام لدولة ورئيس دولة. الإعلام التونسي يا فندم أعلن استياءه الشديد على هذه الكلمة. الإعلام التونسي يعني نعم. يعلن استياءه، لكن نعم. الحقيقة أنا مش فاهم يعني إيه موضوع السعودية. قبل كده في الأمم المتحدة برضو حصلت مشكلة بسبب مندوب الأمم المتحدة. يعني إيه موضوع السعودية؟ يعني إيه التجرؤ الغريب ده من السعودية على الدولة المصرية وعلى رئيس مصر يعني. فدي مسألة الحقيقة أنا شايف إن لازم تتراجع. وعلى الملك سلمان وعلى نظام الحكم في السعودية والأسرة الحاكمة أنها تراجع يعني مثل هذه يعني مش عارف الحقيقة أسميها إيه. ده خروج عن كل الأعراف. نعم. ونوع من يعني حتى خطاب مبتذل. هذا خطأ شائع. خطأ شائع إزاي يعني؟ إنك تغلط وأنت غلطت في اسم أحد الكفار مثلا. نعم. لا يعني ده رئيس أهم دولة عربية طبعا. وأهم رئيس عربي موجود في الشرق الأوسط. نعم. أهم رئيس عربي. فأنت يعني دي إساءة الحقيقة جارحة وصادمة. والحقيقة يعني مطلوب تفسير اللي بيعمله النظام السعودي. علينا يعني لازم نفرق ما بين النظام
طبعا وبين الشعب السعودي. بس برضو مو اكيد يعني اعتقد ان النظام السعودي كله يعني اكيد مش موافق على اللي حصل من هذا المسؤول الحقيقه. هو مندوب السعوديه في الامم المتحده مش يمثل النظام السعودي. نعم يمثله يعني، ولكن اذا الخط ممتد بقى على يعني الخط لسه ممتد يعني. نعم. ويبدو ان احنا يعني في يعني عايشين موجة تهجم وتجرؤ على الدولة المصرية. يعني انا لا اعفي النظام السعودي من تعامل في قدر من الغطرسة والجليطة في التعامل مع نظام الحكم في مصر. نعم. فالحقيقة لا يعني انا شايف انه دي اساءة. نعم. ودي الحقيقة ما صدرتش من اي دولة على الاطلاق، حتى اردوغان لما بيغلط ما بيصلش خطأه الى هذا الحد يعني. نعم. فده يعني انا مش فاهم ايه ده، يعني لازم نظام الحكم او العائله المالكه او ايا كان من الذي يحكم في السعوديه لازم يتوقف عند هذا الامر، لان كده المساله دخلت. نعم. كرامه عبد الفتاح السيسي من كرامه الدوله طبعا المصريه. نعم اكيد عندما يتحدث يعني احد مسؤول من دوله شقيقه عن رئيس دوله شقيقه، فالمساله لا تخص عبد الفتاح السيسي، المساله تخص كرامه الدولة المصرية. نعم. وكرامة المصريين. أكيد. المصريين يختلفوا مع رئيسهم زي ما يحبوه، زي ما هم عايزين، يحبوه بالطريقة اللي تريحهم. أما أن حد يتهجم عليه فالحقيقة أمر غير مقبول ومش مفروض يتسكت عليه. نعم. معلوماتي أن وزير التعليم بالصدفة كان موجود ورد، بس الحقيقة قريت رد يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني رد يعني رد ما كان موجود هذا المؤتمر؟ كان موجود يعني بس رد في جلسة تاني أو حاجة نعم. تانية يعني. وما سماهوش بالاسم، ورد اللي هو يحافظ على نعم. يعني ان احنا ما معناه يعني ان دي دول شقيقه واحنا اخوات واحنا كلنا يا فندم يعني بنسمن ده، وان احنا كلنا دول شقيقه، ومش عايزين الحقيقه يعني بعض التصريحات الغير مسؤوله الحقيقه اللي بتخرج من بعض الناس اللي بنتوقع انهم ناس مسؤولين تفسد العلاقه بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه دولتنا الدوله الشقيقه اللي هم يعني احنا بالنسبه لنا اكتر من اخواتنا الحقيقه يعني، وهي اكتر دوله احنا علاقتنا بيها طيبه وعلاقتنا بيها على مدار التاريخ علاقه قويه جدا وعلاقات تاريخيه وعلاقات دينيه. ويعني الحقيقه انا بحزن عن نفسي انه في اشخاص بتطلع منهم تصريحات غير مسؤوله في اوقات الحقيقه يجب ان نكون اكثر مسؤوليه فيها. فيعني يا فندم بنندهش لما بنلاقي شخصيات كده. امبارح في صاروخ اطلق. نعم. اكتر ناس تاثروا او يعني توقفوا امام المساله دي المصريين. طبعا يا فندم. فده يعني حسوا بقدر من والخارجيه المصريه ادانت يا فندم هذا العمل. طبعا. نعم. طبعا. نعم. يعني هذا هو تصرف الدول العاقله والدول الكبيره. نعم. اما هذا الخرف اللي بيقوله الراجل ده، نعم، وهذا التطاول والابتذال اللي بيتكلم بيه الحقيقه ما يعني لا ينبغي ان النظام السعودي او الدوله السعوديه يعني تسيب ده يمر مرور الكرام. لابد من وقفه، لان المسائل كده احنا يعني في احتقانات عماله تتراكم. والنظام السعودي بيتعامل مع مصر دلوقتي بشكل الحقيقه كتير قوي من المهتمين بالشأن العام حاسين انه مش طريقه لائقه في التعامل الحقيقه. وانا يعني الاعلام الحقيقه المصري برغم ان هم بشوف بعض الناس من اعلامهم بيهاجمنا، انا شايفه ان الاعلام المصري محافظ جدا على الاعلام المصري يعني لم يقترب على شعره معاويه. الاعلام المصري محافظ قوي على العلاقات المصريه السعوديه. الحقيقه انا بشوف الجانب في بعض الناس من عندهم الحقيقه الجانب السعودي احيانا حزينه من طريقته. الاعلام المصري في الازمه الاخيره يعني ما تكلمش الا لما حصل التطاول. نعم. الاعلام المصري كان رد فعل على ما حدث في الامم المتحده. الاعلام المصري باعلامه الحر واعلامه الرسمي عمره ما يتجرأ على دوله زي السعوديه. نعم. انما هم يعني ايه هذه الجرأة؟ يعني ايه موضوع ده؟ ايه الموضوع ده؟ يعني ايه الحكايه؟ طبعا اعتقد انه في هناك معلومات عن انه الراجل اللي اساء ده مش عارف اسمه اياد مدني ولا ايه، مش عارف. ده اعتقد انه يعني تقريبا اخوان، تقريبا بينتمي للاخوان، تقريبا محسوب على الاخوان. اكيد.
فده يعني ده الحقيقه يعني ده ما يعني طبعا يعني انا طبعا بشكر حضرتك ان حضرتك حبيت تعقب على هذا الموضوع. الحقيقه انا كنت عايزه اتكلم فيه بس رجعت نفسي اكتر من مره، مش عايزه يقال ان الاعلام المصري عايز يصطاد في الماء العكر وعايز ينشر يعني اضطرابات او شخص غير مسؤول بيتحدث باسلوب غير مسؤول. انا بعتبر انه هو محيا موقف فردي لا يمثل السعوديه، ونرجو انه واحنا هو يعني اول ما حصل موضوع الصاروخ اللي كان يعني للاسف كان ممكن يصل للكعبه، على طول الخارجيه المصريه اعلنت ادانتها. فانا اتمنى ان برضو الخارجيه السعوديه تعلن عن انه هذا الشخص هم مش مسؤولين عنه. لغايه دلوقتي لم يصدر رد او توضيح او اعتذار، وده اقل حاجه نعم. رسمي من السعوديه على اللي قاله الراجل ده. اللي رد الصحافه التونسيه هي اللي نعم اللي الصحافه التونسيه اعلنت فده برضو ده مستغرب يعني. لغايه دلوقتي السعوديه ما طلع الصاروخ اتضرب، مصر الرسميه نعم على طول ادانت طبعا. وده صاروخ، ده يعني ده سجال حرب. نعم. انما ده حد وقف وعاقل جدا. نعم. ويتهجم على رئيس دوله زي مصر. اكيد. يعني طيب احنا عايزين ننتقل بقى لنقطة أخرى فيما يخص المؤتمر الوطني للشباب، وهذا المؤتمر الحقيقة كان مردوده إيجابي جدا. ويعني عايزة أسأل بقى يعني اسمح لي كابتن طبعا حضرتك طبعا شباب وكل حاجة، بس عايزين نشوف بقى لا وكمان كابتن كان موجود. كابتن أنا عارفة الكابتن محمود فيصل كان حاضر المؤتمر. و دور الاحزاب، لان احنا يعني هكلم حضرتك فيه، بس عايزه اتكلم مع حضرتك الاول عن ايجابيات هذا المؤتمر ومردوده لدى الشباب، وخاصه الشباب يعني المنضمين للاحزاب. اتفضل. طبعا هو المؤتمر من بدايته او من بدايه التحضير ليه من ساعه من اول ما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المؤتمر هيبدا. نعم. كان التحضير كله في تنسيق بين وزاره الشباب والرياضه وجميع الشباب، سواء عن طريق الموقع الالكتروني او عن طريق التقديم المباشر. نعم. انا عايز فعلا اشيد بكل اللي كانوا بيقوموا بالتنظيم بالنسبه للمؤتمر. المعلومات اللي وصلت لنا بعد ما وصلنا المؤتمر ان الاشراف على التنظيم كله والمشاركه من جوه المؤتمر كان برنامج الشباب الرئاسي اللي هم اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب وزاره الشباب والرياضه. كان في ملحوظه حلوه قوي ان اتعودنا ان اي يعني حاجه في الدنيا وهي بتترتب لازم يحصل اخطاء. نعم. معالجه الاخطاء كانت رائعه. يعني لو في اي مشكله حصلت كنا بنلاقي الناس هم اللي بيتعاونوا علشان خاطر يصلحوها بسرعه، سواء في التصاريح سواء في الدخول او ايا كان. ندخل على المؤتمر مجرد ما بدا طبعا الجلسه الافتتاحيه حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلن افتتاح المؤتمر بالنسبه لنا كنا رايحين كده قلقانين مش عارفين هيحصل ايه. يعني كنا حتى كان شعور كل الشباب الموجودين اصل يعني كلهم تقريبا قالوا نفس الكلمه، احنا كنا رايحين ومش عارفين يعني هيؤتي بثماره ولا هيبقى مؤتمر كده يعدي وخلاص زي مثلا مؤتمرات اخرى ممكن تبقى يعني مجرد احتفاليه وبتنتهي. فحضرتك قلت لي نفس الكلمه اللي انا سمعتها من ناس كتير. ده انا هقول لحضرتك اكتر من كده. في ناس كتير اعتذرت لانها كانت شايفه ان احنا رايحين مؤتمر زي اللي طول عمرنا بنسمع عنه وهنقعد نتكلم ونشرب كوبايه شاي ونمشي. نعم. يعني المفاجاه ان يعني الرئيس اوجد حاله جديده عمرنا ما شفناها. ان احنا لقينا ان طبعا هو اعلن في الجلسه الافتتاحيه احنا جايين عشان نسمعكم وجايين عشان نتحاور معاكم وجايين علشان نتكلم معاكم. المفاجاه ان ده حصل فعلا. الحاله الجديده كمان اللي كانت موجوده ان كل الوزراء والمحافظين الدوله ومحافظ البنك المركزي الدوله المصريه كلها كانت موجوده في المؤتمر. كانوا بيتحركوا في وسطينا بدون بقى حراسات وبدون تكاليف وبدون تقييد. حسسوا الشباب، يعني حسيت ان في رساله طالعه من الرئيس للشباب ان إذا كنتم بتشتكوا إن الدولة مش متواصلة معاكم بطريقة كويسة أو إن الدولة مش عايزة توصل لكم، لا أدي الدولة هي معاكم. الناس قاعدة معاكم. تحاوروا معاهم. بدأنا بعد كده في جدول الأعمال وورش العمل. ورش العمل كانت عبارة عن متحدثين وبعد كده حوار ونقاش. لما كان المسؤول اللي موجود مثلا من الوزراء ورشة العمل الوقت بتاعها يخلص، تنظيم الوقت كان مهم جدا.
تنظيم الوقت كان بيتحدد بالدقيقه والثانيه، نبدا 10:30 نخلص 12:30 علشان اللي بعده واللي بعده. نعم. لما كان الوقت بينتهي بتاع ورشه العمل من غير ما الحوار يخلص، كان الوزير بياخد مجموعه من الشباب اللي عايزين لسه يتكلموا معاه ويكمل حواره معاهم لغايه لما يوصلوا لنقطه الاتفاق. نعم. كنا في كل ورشه عمل بنوصل لتوصيات، وكان كل دوت احنا متخيلين ان احنا برضو ايه بنتكلم، يعني انه ده مجرد كلام، احنا بنتكلم نعم. يعني ومش فاهمين لسه هيحصل ايه بالكلام ده، ولكن بنتكلم. اللي كان ملفت في اليوم الاول والثاني ان الوزراء والمسؤولين منتشرين وسطينا، يعني وصلوا لمرحله ان في الاول طبعا التكالب شويه، بعد كده خلاص لقيناهم بيمشوا لوحدهم، مفيش حد بيتكلم معاهم. يعني مفيش حاجه مهمه الا في ورش العمل الرسميه بقى خلاص يعني، وده كان اكتره في